مكملين رسالتنا ومواصلين رحلتنا في كل الأندية المصرية هتلاقونا، في كل الملاعب المصرية هتلاقونا. هنسلط الضوء على نجوم لم يسلط الضوء عليها حق أو أبطال كتيرة ومجد شخصي ليهم. هنكشف قضايا كتير شائكة من أجل الرياضة المصرية فقط على برنامج وشاشة قناة صحتي وبرنامج كل الملاعب. بيشرفني النهارده ضيف عزيز على قلبي، الحكم الدولي للكيك بوكسينج محمد فاضل. اهلا بيك كابتن محمد. اهلا بيك استاذ هيثم. كابتن محمد، الحكم الدولي للكيك بوكسينج وفي البطولة العربية الأخيرة التي أقيمت بمصر، بنبارك لك لحصولك على لقب أفضل حكم في البطولة. ربنا يخليك استاذ هيثم، وبشكر حضرتك على هذه المقدمه الجميله، وبشكرك على استضافتك ليا في هذا البرنامج الجميل. برنامج رياضي بالفعل بيسلط الضوء على شهداء الرياضه زي ما بيسمونا بالظبط. برنامج رياضي بالفعل، الالعاب الفرديه. برنامج رياضي بالفعل بيتيح الفرصه لكل الرياضيين في الظهور للاعلام والاعلان عن نفسهم. معلش انا بسمي البرامج التانية مش رياضيه، برامج كرويه. يعني البرنامج اللي بيستهدف لعبه واحده. لكن عند حضرتك احنا رسالتنا حتى اسم البرنامج كل الملاعب، في كل الملاعب مع كل اللاعبين في كل الانديه. بنتكلم عن قضايا كتير جدا وده حقكم. يعني انت كحكم دولي وبتاخد في البطوله العربيه افضل حكم، ده انجاز مش انجاز شخصي ليك، ده انجاز لمصر كلها يعني. ربنا يخليك. وقبل ذلك انا الحمد لله كنت افضل حكم في افريقيا الكيك بوكسنج برضه. كابتن محمد الحمد لله يعني افضل حكم في افريقيا، ولكن احنا بنتكلم على البطوله الاخيره اللي اقيمت في مصر. صحيح. وحصولك فيها على الحكم الاول وافضل حكم في البطوله يعني. الحمد لله ده من فضل ربنا علينا اولا، ثم يعني اجتهاد، كابتن التزام. محمد، انت لعبت كيك بوكسنج ولا يعني بدات كلاعب؟ هو انا بدات كلاعب ملاكمه. انما قصه الكيك بوكس، لان الكيك بوكسنج اساسا بدأ في مصر كلجنة في اتحاد الملاكمة. لجنة في اتحاد الملاكمة. فأنا مارست الكيك بوكس من خلال الملاكمة. بعد كده عملت بالتدريب في منطقة الفيوم للملاكمة. اعتزلت بقى يا كابتن؟ بعد ما خلصت يعني الأول بدأت ملاكمة لما ظهرت لعبة الكيك بوكسنج؟ لعبت كيك بوكسنج شوية بعد كده. تبع الاتحاد المصري للملاكمة. كانت لجنة في الاتحاد المصري للملاكمة من 98 لحد 2007 اتعمل لها اتحاد. بقى اتحاد منفصل سنة وخلاص يعني. ليه بقى سنة؟ وليه الدولة ممثلة في وزارة الرياضة حلت الاتحاد والغت اتحاد الكيك بوكسنج؟ هو للاسف ان في الفتره اللي كان فيها الكيك بوكسنج لجنه في اتحاد الملاكمه كان في لعيبه مصريين كتير جدا حققوا بطولات دوليه وعالميه. يعني هنرجع للنقطه دي يا كابتن محمد، بس نقول انت كلاعب حققت بطولات في الملاكمه ولا؟ الحمد لله بطل مصر، بطل الحمد لله. انا كنت في الفيوم يعني بطل ميزاني بدون منافس، بطل مصر العديد من المرات، بطل الناشئين والموهوبين. حاليا 39. ربنا يديك الصحه. كابتن محمد، اعتزلت في سن كام سنه؟ بطلت العب رياضه ملاكمه 98. ده بسبب اصابه ولا اعتزال؟ لا اعتزالي. لا كان بطلت لعب ملاكمه ووصلت في الكيك بوكسنج لعبت. بعد كده يعني رجعت في كتدريب كيك بوكسنج بدعوه بتكليف من منطقه الملاكمه للفيوم، منطقه الفيوم للملاكمه. لما كان الكيك بوكسنج. وبعد كده بقى تحولت بقى لتدريبات، حصلت على دوره تحكيم. بعد كده انا واخد دوره تدريب دوليه في الMMA، واخد دورات تحكيم. بعد كده اشتغلت كحكم ملاكمه وكيك بوكسنج. وبدات بقى في يعني بتشتغل حكم برضه ملاكمه؟ يعني ملاكمه وكيك بتجمع بين الاثنين. حاليا انا حكم الاتحاد المصري وتفوقت واصبحت افضل حكم في افريقيا، وده شرف وانجاز بنلقي الضوء على احد الابناء مصر في رياضه الكيك بوكسنج، افضل حكم في افريقيا وافضل حكم في العرب في البطوله الاخيره. كابتن محمد، بقى نرجع لقصه الاتحاد انفصل. بعد ما اتفصل عن اتحاد الملاكمه وبقى اتحاد خاص بيه، الدوله حلت اتحاد الكيك بوكسنج. وان اللي انا اعرفه والمعلومات المتداوله ان في الاف من الابطال في الكيك بوكسنج لعبوا. وانا اذكر برضو يعني جدير بالذكر في الحلقه ديت ان لما لازم اذكر بطل مصر وبطل العالم في الكيك بوكسنج محمد صريتو، كان بطل كونغ فو، والكابتن باسل كناني، وطبعا كان لينا لقاءات كتيره معاهم. فاحنا بنقول على مر السنين عندنا ابطال، ولكن ما حدش عارف الابطال ديت حققوا بطولات عالم. عندنا كابتن محمد فاضل افضل حكم في افريقيا وافضل حكم في العرب. ليه بقى تحل الاتحاد يا كابتن محمد؟ هو
بعد ما كان لجنه في اتحاد الملاكمه وحقق انجازات كبيره جدا، اتعمل اتحاد كان برئاسه الدكتور مصطفى ثابت. مدير الاتحاد كان الدكتور سعد غنيم. الاتحاد كان لمده سنه. في الوقت ده كان بيتلعب في مصر الاتحاد المصري الكيك بوكس، اتحاد الملاكمه بيعمل بطولات، الكونفدراليه المصريه بتعمل بطولات. ازاي يا كابتن؟ يعني كان في يعني كان اتحاد الملاكمه بيمارس بقرار جمعيه عموميه. يعني اتفصل اتحاد الكيك بوكسنج، لعبه الكيك بوكسنج انفصلت عن اتحاد الملاكمه. تعمل لها اتحاد وافقت عليه الدوله. في الوقت ده هو طلعوا بتدعمه ماديا. تمام. احنا اللي احنا عرفناه كمدربين وحكام ان هو الاتحاد المفروض بيبقى مشهر لمده سنه، بعد كده المفروض بيعملوا اجتماع جمعيه عموميه وبيطلبوا اشهار دائم. ده ما حصلش. في خلال السنه ديت اتحاد الملاكمه كان بيعمل بطولات للكيك بوكسنج. كان بيعمل بطولات للكيك بوكسنج بقرار جمعيه عموميه وده شرعي ليه. كان الكونفدراليه المصريه بتعمل بطولات تقريبا. المصريه بقى كان الدكتور خالد ابراهيم بتعمل برضه بطولات، وكان خالد القماش. الدوله معترفه بيها. تقريبا في قواضي وتحل المحكمه. الاتحاد المصري للكيك بوكسنج بيعمل بطولات غريبه. يعني شاركت انا كمدرب الفيوم في بطوله الجمهوريه الكيك بوكسنج، الاتحاد المصري للملاكمه برئاسه الدكتور مصطفى ثابت. كان مدير الاتحاد الدكتور سعد غنيم. وما اشتركتش في بطوله الكونفدراليه؟ لا ما اشتركتش ولكن انا دعيت من خلال الدكتور خالد ابراهيم ان انا ادي محاضرات الكونفدراليه للحكام المدربين. الاتحاد المصري للكيك بوكس وانا شاركت فيه في بطوله واحده، كنت مدرب للفيوم وقتها. كان معايا صديقي الكابتن احمد من الفيوم، احمد عبد الرحمن. شاركنا في بطوله كانت في نادي الدرب الاحمر، كانت بطوله جمهوريه مفتوحه رجال وسيدات. الغريب بس اللي عندنا في مصر يا كابتن محمد برضو اللي عايز اوجهه للمسؤولين والوزير الرياضه، 3 في 1. يعني احنا بنشتغل 3 في 1. الاتحاد المصري للكيك بوكس طبعا ده تم حله، ولكن في سنه كان في الاتحاد المصري للكيك بوكس زي ما الكابتن محمد فاضل حكمنا الدولي الكبير بيقول، والاتحاد الملاكمه كان برضو بينبثق منه لعبه الكيك بوكسنج هي بدات في مصر كلجنه في الاتحاد المصري للملاكمه. بطولات في مصر 3 في 1. دلوقتي في 50 منظمه في مصر. هو انا هستاذن حضرتك، يعني انت سرت نقطه انا حابب دي قضيه ولازم نتكلم فيها يعني. انا بس حضرتك سرت نقطه انا حابب اتكلم فيها بسيط، ان انت قلت في ابطال عالم كتير مش معروفين. انا كنت في مؤتمر صحفي تقريبا، وكان معايا صديقي وحبيبي الكابتن جمال غانم، وكان معايا الكابتن احمد فريد، والاثنين ابطال عالم. احمد لسه بيلعب حاليا والكابتن جمال بيدرب، كان مدرب النادي اتحاد الشرطه. الجيل الحالي كان فيما بعد لعبوا في اتحاد الملاكمه. اتكلمنا على محمد صليط، دول كان الجيل الاول او الرعيل الاول. الناس دول كانوا ابطال عالم حقيقيين وابطال عالم فعليين. جمال غانم كان بطل عالم كيك بوكسنج وكونغ فو. في المؤتمر ده انا سالته سؤال، يعني قلت لهم مين يعرف الناس دي؟ انا ما شاء الله هم قمم في عالم الرياضه يعني. قلت لهم لو جبنا لعيب درجه ثالثه كره قدم معروف عنهم، واخد فلوس اكتر منهم، اتباع بمبلغ اكبر منهم، اعلام وضوء. احنا برنامجنا يا كابتن محمد حتى لو ما خدش دوري او كاس بلاده مع احنا لينا زي ما كان لينا لقاء معاك النهارده، اكيد يبقى لينا لقاء مع ابطال العالم، وزي ما ساندنا كابتن صليط كابتن باسل برضه في لعبه الكيك بوكس. ومش لعبه الكيك بوكسنج بس اللي بنسلط الضوء فيها، كل الالعاب زي ما اتفقنا وقلنا ان احنا من خلال برنامج كل ما لعب بنسلط الاضواء. ده شيء حضرتك تحمد عليه، وانا بشكرك بالنيابه عن نفسي وعن اصدقائي كلهم، وبشكر اداره البرنامج جميعا ان انتم بتتيحوا لنا الفرصه. كابتن محمد الحكم الدولي، انت ليك خبره كبيره في الكيك بوكسنج، شفتك اشتركت في منظمات كتير جدا في مصر في التحكيم، وده اللي ذلك بيدل على خبرتك، وان كل المنظمات بتستعين بيك. في مصر ما فيش اتحاد كيك بوكسنج دلوقتي. لا حاليا ما فيش. واللعبه بتمارس والدوله سايباها بتمارس من خلال مؤسسات وجمعيات ومنظمات رسميه في والدوله موافقه عليها. لا هقول لحضرتك حاجه، النقطه اللي حضرتك اثرتها، اتيحت فرصه لبعض الناس دخلاء على الرياضه اللي بيستنفعوا من الرياضه وبيسترزقوا من الرياضه انهم يمارسوا الكيك بوكسنج. زي مين؟ بدل ما انت فجرت القضيه بنقول زي مين؟ يعني احنا بنتكلم في صالح الرياضه المصريه. لا زي ناس كتيره. يعني انا هقول لحضرتك حاجه، دلوقتي في الجمعيه المصريه للكيك بوكسنج، تمام، في المؤسسه المصريه للمواي تاي، تمام، في مجلس تنفيذي للاتحاد الدولي للنخبه. بعد كده ما اعرفش، يعني انا
في ناس بتمارس. دول الثلاثه الرئيسيين المعتمدين اللي انا اعرفهم واللي اشتغلت معاهم، المعتمدين والرسميين. انما في ناس كتير يعني احنا بنلاقي حد يقول لك مجلس تنفيذي مش عارف ايه بطوله ايه كده. نقول تاني الكيك بوكسنج المجلس التنفيذي للنخبه، الاتحاد العالمي للنخبه اللي هو كان عامل بطوله العرب. ايوه. الجمعيه المصريه للكيك بوكسنج، المؤسسه المصريه للمواي تاي. بعد كده بقى في بنلاقي مش عارف اكاديميه ايه، اكاديميه بعد كده بنلاقي مسميات مش عارف ايه، مسميات يعني في نهايه ممكن يكون ملهاش صحه خالص. الكلام والجدال ده كله بنقول استرزاق. للاسف دلوقتي هقول لحضرتك حاجه، لاعب الكيك بوكسنج يعني احنا المفروض ان الدوله ترعاه. انت اللاعب دلوقتي بيشارك في بطوله خلاص، افريقيا. هي الدوله مش هترعاه، لان احنا عندنا اتحادات كتير. احنا كان الدوله لما كانت بترعى كان في 3 في 1، 3 اتحادات بتمارس. دلوقتي احنا عندنا 50 اتحاد. استاذ هيثم حضرتك احنا حاليا عندك ابطال عالم، لا عندك ابطال عالم وعندك ابطال دوليين وعندك ابطال عرب وابطال افريقيا، ليه ما تعمل لهمش اتحاد؟ الدوله خلاص وكان في اتحاد وحلته وما فيش وخلصت القصه. احنا بنتكلم في الوضع الحالي. يبقى مسؤول الرياضه في الدوله يقننوا. طب خلينا يا كابتن محمد، ده يعتبر بلاغ حتى لوزير الرياضه يعني والمسؤولين. انت قلت في ناس بتسترزق، مين الناس دي؟ لا هي ناس كتيره معروفه على ساحه الرياضه. يعني انت حضرتك لما بيتعمل اشتراك، يعني اللاعب بيروح يدفع اشتراك عشان يلعب بطولة. اللاعب اللي بيدفع اشتراك بيسافر على حسابه اللي عمل البطوله، منظم البطوله يعني مش اتحاد او منظمه. انا هقول لحضرتك، احنا قلنا الجمعيه مصرح لها من خلال الشؤون انها تعمل بطولات وتعمل يعني دفع، وبعد ما يدفع الاشتراك يروح فين بقى ويبقى بطل بس. دي رساله، لكن فيها بطولات صحيحه. قبل ما نختم رساله بنوجهها لوزير الرياضه. بطولات بتتعمل في مصر بيدفع لها اشتراكات وفي الاخر بيقولوا ان هو بطل. نتمنى من وزير الرياضه. هقول لحضرتك احنا شفنا ناس كتيره جدا بتعلن على صفحاتهم على الفيسبوك من خلالهم ومن خلال اولياء امورهم، بتلاقي بطل مش عارف ايه وبحزام. لا انا بشوفهم حضرت لهم بطولات حكمت لهم خسران، وتلاقيه على الفيسبوك طالع بيقول انا بطل دولي. وممكن رئيس المنظمه اللي هي معموله انت بتقول بيسترزق، بيحول النتيجه من فوز لهزيمه مثلا. يعني انا في لاعب يمكن في بطوله انت حضرتها بس عفوا انا مش هذكر الاسم، يمكن كانت معموله في الازبكيه. اللاعب ده خسر، بعد كده شفناه طالع على الفيسبوك وبيعلن ومعاه حزام البطوله. منين لا يعني؟ انا خده من رئيس المنظمه مثلا بس. طب يعني وكمان في اوقات في المباريات بيبقى فيه بتحس ان في لعيب مثلا فايز وتتحول النتيجه وانت لسه على الحلبه بتتعلم للخسران ان هو اللي فايز. حصلت في ماتشات كتيره حضرتك شفتها. نتمنى حصلت في ماتشات كتيره محمد الدوله تسلط الضوء على لعبه الكيك بوكسنج، وقبل تسليط الضوء يكون في رقابه على منظمات الاسترزاق. بالظبط، يعني لو الدوله مش هتعمل اتحاد تحاول تقنن اللعبه. انت عندك جمعيه، عندك مؤسسه، عندك منظمه، العب من خلالهم. كل ما دون ذلك ما يلعبش. كابتن محمد، قبل ما انهي الحلقه ديت كانت بس هي كانت تكريم ليك. ربنا يبارك فيك. ان انت افضل حكم في افريقيا واخيرا شرفت مصر وافضل حكم عربي وحصلت على المركز الاول افضل حكم عربي في البطوله العربيه الماضيه. هي تكريم ليك ولكن انت في الحلقه فجرت لنا قضايا كتير، وان شاء الله يبقى لنا لقاءات تانية ان شاء الله. استاذ هيثم سعيد جدا بوجودي معاك. هنسلط الضوء بقى على الاسترزاق وعلى الحاجات ديت وعلى المشاكل اللي بتحصل في الكيك بوكسنج ان شاء الله، وان شاء الله نشوفك افضل حكم في العالم. وانا اوعدك ان شاء الله في الماتشات الجايه اقول لك مين بالاسماء عشان نبقى احنا جبنا اثباتات، يعني مش عايزين نتكلم، اثباتات من على صفحاتهم هم، من على الفيسبوك، من بطولات، من بولات موجوده في بطولات. وعلى الدوله ان هي يبقى تراقب المنظمات دي المفروض. انا بشكرك يا كابتن محمد، وان شاء الله يكون لنا لقاء وانت افضل حكم في العالم، في بطوله العالم ان شاء الله. ان شاء الله. بشكرك جدا. كلمه اخيره توجهها تخطر على بالك توجهها لمين قبل ما نختم؟ انا اوجهها لوزير الرياضه. تقول له ايه؟ اتفضل. بقول له يعني يا ريت الالعاب الفرديه حضرتك تشملها برعايتك كوزير ومسؤول. ابطال كتير جدا الالعاب الفرديه ابطال عالم مش معروفه، ما بياخدوش حقهم، ما بياخدوش نصيبهم من ان يتكرموا، بس ده اقل شيء. بقول لحضرتك يعني الكيك بوكسنج في ابطال عالم كتير جدا، في ابطال دوليين كتير جدا مهدور حقهم. ارجو ان الدوله تتبناهم بس لانهم بيمثلوا مصر
عشان يقدروا يمثلوا مصر تاني ويرفعوا علم مصر تاني في العديد والعديد من البطولات العالمية والدولية. ويراقب المنظمات ويا ريت يا ريت يعني لو حضرتك مش متاح ان يبقى في اتحاد للكيك بوكسنج يرعى الابطال دي، يبقى في تقنين لهذه المنظمات مش المنظمات بقى، الحاجات الوهمية يعني. بشكرك جدا يا كابتن محمد، وسعيد بلقائي معاك النهارده. شكرا. ربنا يخليك يا استاذ هيثم، شكرا جدا لحضرتك وشكرا جدا للبرنامج كل الملاعب، وسعيد جدا ان انا كنت مع حضرتك. بنشكركم وبنفكركم في كل الملاعب هنقابل لاعب هيحكي حكايته ويقول روايته، في الصحة هيقول كلام والرياضة كمان. انتظرونا الاسبوع القادم وحلقة جديدة وبرنامج كل الملاعب.